اليوم باش نعملو فريك المكسر. باش نستحقوا 300 غرام فرينة، باش نزيد عليهم شويه ملح، نخلط. من بعد باش نضيف ما يقارب 80 غرام زبده. هنا راني استعملت زبده حيوانيه، يعني زبده عربي. باش نخلط هنا، باش نضيف شويه ماء باش نلم بها العجينه. شوفي من بعد اللي تعجنت باش نغطيها ونخليها ترتاح. انا عندي لهنا طن حتى باش نضيف ليه البصل، باش نضيف معدنوس، باش نضيف ليه كعب عظم مسموطه، وباش نضيف الجبن باش نحطه كله مع بعضه ونخلط. هنا استعنت بالبابي هذايا باش نجم تسهل عليه الحلان نتاع الورقه. هنا توا باش نعملوا الاقراص نتاعنا، باش نستعين انا بكيسنا. هنا باش نشيل ونحي الزيت. هنا الكعبة العجينه الاقراص حضرت. توا باش نعملوا نحطوا الحشو. باش ناخذ شويه من الحشو، باش ناخذ هكا، راهو نسكرها باليد. نحاول هكا نعبيها ونسكر باليد، ننزل عليها بالكدا باش ما يخرجش الحشو. انا راني هو البريك المكسر يتقلي في العاده، انا ما راني ما نقليش، انا كل شيء نحطه في الكوشه. تو بعد باش نزينوه. هذه العجينه نتاعنا بعد ما حشيتها الكعبه البريك، خليت زينتهم بالبورتليسيريه، يعني ها كيف هكا، باش نزيد نتاكد من تسكيره العجينه. نعمل اصفر بيضه، باش نحط من فوق اصفر بيضه ندهنها. باش ندهن، يعني ندهنها الكل. ناخذ شويه سينوج، نكمل باش نحطهم في الكوشه 180 درجه لقرابه ربع ساعه. راهو الوقت يرجع حسب النوعيه نتاع الفرن نتاعكم وقوه الفرن نتاعكم. وهذا البريك المكسر نتاعنا حضر، شهي. ان شاء الله تجربوه. هاني باش نحل كعيبه منه. شوفوا كيش بان.